السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من رحلتي من الفشل للفشل. انت كنت عايز تعمل فيديوهات يوتيوب في مرة في حياتك، صح؟ او انا اهو بعمل برضو فيديوهات يوتيوب عادي، يعني احنا الاتنين زي بعض. انت كيوتيوبر او كواحد عايز يعمل فيديوهات يوتيوب او فكر في ان هو يعمل فيديوهات يوتيوب، الكلام ده ليك. او لو بتعمل اي حاجة تانية كرييتيف فبرضو الكلام ده ليك. انا لما بفتح اليوتيوب، وانا بفتح يوتيوب كتير جدا الصراحة، يعني يعتبر اكتر سوشيال ميديا بقعد عليها، بلاقي يوتيوبرز كتير جدا مختلفين جدا. في يوتيوبرز بيقدموا حاجات في التكنولوجي، وفي ناس ماسكه مجال الكوميدي، مجال الفيديوهات الدينيه. انا لاحظت من ضمن اليوتيوبرز ان في حبه كده، وممكن يكونوا مش حبه، ممكن يكونوا حبه كده، يعني بيتكلموا عن المواضيع العامه، بيتكلم عن ترند. ده بالنسبه لهم ده اليوتيوب، اللي هو ان انا كصانع محتوى انا هطلع اتكلم عن حاجه حصلت امبارح او النهارده وعلق عليها واقول رايي. بس عندي في مشكله مع حاجه بسيطه، يعني الصراحه الناس اللي ماسكه مجال الترندات والتعليق على الترندات، فهموني بس، هو احنا بنعمل ايه؟ انت عملت ايه؟ انا عارف ان الناس عامله لك سبسكرايب علشان الكلام ده، علشان اللي هو احنا عايزين نسمع محسن بيقول ايه النهارده عن الفنان عبد الحميد، عمل ايه النهارده لما اتشقلب 3 مرات امبارح. عايزين نشوف رايك في الحوار ده وتعليقك والرياكشن بتاعك. انت في حاجه بتقدمها، في حاجه انت بتطرحها، يعني انت ممكن تعلق عن الترندات. مش بقولك الترندات كخ عشان الترند ترند، يعني الترند حاجه بتفرقع، موضوع ماسك السوشيال ميديا نفخ، فيعني it makes sense ان انت عايز تتكلم عليه. مش بقولك ما تتكلمش عن الترندات، بالعكس كذا مجال فيه ترند. في مثلا حد بتاع التكنولوجيا اكيد هيطلع يتكلم عن ترند، عن التليفون الجديد اللي لسه نازل، يعني انت برضه بتاع التكنولوجيا مش هتتكلم ليه عن الترند ده؟ ف it makes sense. وانا بقولك اهو من اولها انا مع انك تتكلم عن الترندات، بس ان في ناس بتمسك الحوار الترندات ده اللي هو ده مجالي. انت بتعمل فيديوهات عن ايه؟ انا بعمل فيديوهات الصراحه عن الترندات. اي ترند جديد بمسك فيه واقول يا جدعان الترند اهو، انا رايي في الترند ايه، ترند حلو او الترند وحش، او انا تمام، انا في النص، ولا كده ولا كده. فطب انت عملت ايه؟ انت قدمت ايه؟ هل ده هل ده اللي الناس هتفتكرك بيه؟ لو فكرت فيها بيج بيكتشر كده، ارجع بس لورا شويه. هل انت بتعمل كده عشان فلوس؟ هل انت بتعمل كده علشان الاتنشن بتاع الناس؟ هل انت بتعمل كده علشان انت ما عندكش حاجه تقدمها، فانت اللي بتقدمه هو الرياكشن بتاعك؟ مش بتكلم عليك انت كمشاهد، بتكلم عن الراجل ده يعني اللي هو محسن. انا بحب قوي اسم محسن ده، دايما بقى مش عارف بستخدمه كتير قوي في الفيديوهات. هو عبد الحميد ومحسن دول ما اعرفش يعني، بس هم حبايبي قوي والله، ربنا يبارك لهم. المهم انت استفدت ايه؟ انت استفدت ايه وافدتني ايه؟ يعني هل اللي انت كسبته اتنشن؟ طب انت لو كسبت اتنشن هل انت فرحان بقى؟ ماشي، البني ادم بيحب الاتنشن، البني ادم بيحب الناس تبص له وتنبهر بيه وتسقف له وتحبه وتهتم بيه، صح؟ ده اكيد ده حاجه كده في البني ادم، ماشي، هي كده، هي ماشيه كده، انا ما عنديش مشكله مع كده. بس انا بتكلم عن ده مجال صناعه المحتوى. فين المحتوى اللي انت صنعته؟ يعني تعالى ناخد مثال لكذا واحد تاني. عبد الحميد ده ماسك مجال التكنولوجيا وبيتكلم بكل ثقه وخبره عن كيفيه تركيب الغسالات اليدوي الاوتوماتيك، يعني راجل تحفه في المجال ده. عنده كام سبسكرايبر؟ عنده مثلا 1000 سبسكرايبر. هل بقى الناس بتتابعه بشده؟ لا خالص. هو عنده 2 3 مثلا عاملين له لايكس وكومنتس الله ينور يا عم محمد، الله ينور الغساله. فانا شايف الصراحه ان يعني عبد الحميد بتاع الغسالات اليدوي الاوتوماتيك ده، انا شايف ان ده راجل بيقدم حاجه، ده راجل عنده خبره في الغسالات اليدوي، فهيقدم لك حاجه في الغسالات اليدوي، هيدي لك خبره، هيدي لك معلومه. حتى لو يا سيدي هو بيضحك، هو برضو ايه، قدم لي حاجه. شوف يعني في حاجه خلاص جات لي، اتضافت لي، اللي هو ايه، انا كنت عايز اضحك فتروح اتفرجت على عبد الحميد فضحكني. كنت عايز معلومه مثلا في ازاي تركيب القلاوظ بتاع الغساله، فعرفت تركيب القلاوظ في الغساله بيعمل ازاي. خلاص كده انا ايه، استفدت منه. وكده هو كمان برضو مستفيد. ليه بقى هو مستفيد؟ علشان هو بيقدم حاجه فعلا، هو شايف ان هو بيضيف للناس حاجه، حتى لو مش الناس كلها بتتفرج عليه. انا بقول لك اهو عنده 1000 سبسكرايبر و2 3 بس هم اللي بيخشوا ويعملوا له لايكس وكومنتس وبيقولوا له الله ينور يا عم محمد، وهو ما اسموش عم محمد، هو اسمه عبد الحميد، فاهم انت؟ فصباح الفل. بس عبد الحميد مستفيد ليه؟ عشان هو بيقدم حاجه فعلا، علشان هو بيتكلم عن الغسالات وهو فعلا عايز يتكلم عن الغسالات. محدش بيطلع يتكلم عن الغسالات وهو، ما اصل هو الترند اليومين دول في حوار الغسالات ده وبيكسب على فكره، خلي بالك. فانا لازم اطلع اتكلم بقى. الموضوع مش كده، هو ما فيش حد، فيش ترند في الغسالات خالص، بس هو بيتكلم عن الغسالات علشان هو هيفيدك في حوار الغسالات ده، هيقدم لك حاجه، هو هيحس ان هو عمل انجاز بان هو وصل لك المعلومه، هو عارف ازاي بتتعمل وقعد اشتغل عليها وصدعت له دماغه، بس ايه في الاخر بقى فرحان ان هو بصوا يا جدعان انا عرفت اركبها اهو. ودي طريقه تركيب الغساله اليدوي القلاوظ الاوتوماتيك الحراري موديل 2006، اللي هو بقى كده خلاص بقى، اللي هو ولا ترند ولا فيوز ولا لايكس ولا كومنتس،
مش فارقه، انا مهم ان انا وصلت لك حاجه، انا نشرت المعلومه اللي انا كنت عايز انشرها اللي كانت واقفه لي في زوري، وفكرت في الفيديو قبل ما اعمله لك وقعدت مخمخ له واشرب كوبايه الشاي كاستاذ عبد الحميد مؤسس مجال الغسالات، فاهم؟ فلازم كوبايه الشاي معاها. وفكرت في الموضوع وقلت لا، هي بتتقال كده بقى، وقعدت ابسط الكلام وقعدت اشتغل على حته ان انا لا، انا مش هتكلم بشكل تكنيكال، انا هتكلم بشكل الناس العاديه تفهمني، ما مش هروح اكلمك في مصطلحات صعبه في التركيب الحاجات الالكترونيه والمش عارف ايه، لا، هكلمك بشكل مبسط علشان تستفاد منها. ايه، عملت فيديو، طلعت كده في الاخر حاجه زي منتج جواه بقى كل الاكسبيرينسز بتاعتي، جواه كل النصايح اللي انا كنت عايز اقولها من قلبي، وبشكل يليق ان الناس تحبه والناس تحب تتفرج عليه، وان عبد الحميد وان الناس تخش تمسي عليه تقول احلى مسا عليك يا ابو محمد، والكلام يبقى مظبوط. اللي عمله عبد الحميد ان هو لقى صوته، دخل اليوتيوب عشان من قبليها هو خبير الغسالات العالمي، فبيتكلم بقى براحته في حوار الغسالات ده علشان هو عنده اوريدي حاجه يقدر يتكلم عنها. بس ما عجبوش حوار انه يقعد كل شويه يتكلم على ترند، هقعد انبح صوتي ورا حاجه بتحصل كل يوم، حصلت حاجه امبارح خلصت، في حاجه النهارده بتحصل خلصت برضه، بكره هتكلم على حاجه جديده. طب فين صوتي؟ عارف انت حته اللي هو انت كيوتيوبر اللي هو ماسك الترندات دي، فين صوتك؟ فين صوتك؟ فين الشخصيه؟ فين البيرسوناليتي؟ فين بصمتك اللي انت سبتها للناس؟ فين الافاده؟ فين المعلومه؟ حتى يا سيدي فين الانترتينمنت؟ فين المحتوى الترفيهي اللي انت بتديهوني؟ حتى لو انت مش عايز تدي محتوى مفيد، ليه اخترت انك تدي للناس اللي هي عايزاه كل يوم وتلتزم قوي على حاجه زي كده مجرد علشان عائد بسيط قوي زي الاتنشن؟ مع ان انت لو عملت الحاجه اللي انت بتحبها، انت لو قعدت تتكلم على الحاجه اللي انت شغوف بيها، لو انت جرافيك ديزاينر وطلعت تتكلم عن الجرافيك ديزاين، هتبقى مبسوط اكتر، هتبقى فرحان اكتر، هتحس ان انت ليك لازمه اكتر، هتحس ان انت في حد مستنيك عايز يعرف رايك في حاجه في الجرافيك ديزاين. انت لو انت فنان في تركيب الكومودينو الخشب الزان، الناس بتحب، يا لهوي على التركيبه بتاعتك تحفه، احلى حاجه انك تعرف ان في واحد مستني الكومودينو الجديد الموديل 2024 هينزل امتى وهتركبه ازاي، علشان انت عندك حاجه تقدر تقدمها. حتى لو ما عندكش اكسبيرينس في حاجه يا سيدي، انا اعتبر نفسي ما عنديش اي اكسبيرينس الصراحه، ده بسبب صغر سني وان انا ما اشتغلتش قبل كده، بس اديني اهو ماسك المواقف اللي انا مريت بيها في حياتي والمواقف اللي ليها علاقه بان انا بحاول احسن من نفسي، وفي الاخر اديني بقعد قدامك اهو بفكر في الموقف اللي حصل لي من زمان، ولما قعدت اتكلم عن الادمان شويه وادمان الفيديو جيمز اللي كنت مريت بيه واتكلمت فيه في رحلتي من الفشل لفشل اللي هي السلسله دي، في فيديو تاني اتكلمت فيه عن لما حساباتي بتاعت جوجل اتسرقت لمده شهر ورجعت لي تاني. عملت انا ايه بقى في مده الشهر ده؟ عملت كام فلوج كنت مخنوق فيهم، مخنوق مش عارف اعمل فيديوهات، فقعدت اتكلم عن انا مش عارف اعمل فيديوهات، وعرفت ده بسبب ان كان عندي مخاوف معينه وحاجات واقفه ما بيني وما بين الفيديوهات والكرياتيفيتي وكده، واديني طلعت في الاخر اتكلمت عنها واستفدت، عرفت ان كان عندي مشكله وطلعت وقلت لكم يا جدعان دي مشكله خلوا بالكم منها، وفرحت جدا لما اتكلمت عليه. ليه؟ علشان هي حاجه كانت يا جدعان انا عندي حاجه دلوقتي عايز اقول لكم عليها، انا استفدت منها وعايز افيدكم فيها، ومش بقول لك بقى ان انا كده الجامد التنين اللي عرف يظبطها ويعمل زي، لا يعني مش كده، مش كده خالص. انا بدي لك نفسي انا اكزامبل ان انا محتوايا عباره عن الاكسبيرينسز، المواقف اللي انا مريت بيها في حياتي، المشاكل اللي انا بحاول اتخطاها. مش بتكلم عن ترندات، مش بتكلم عن حاجه بتحصل كل يوم، مش ماسك مواضيع الجامده اللي بتفرقع علشان اعمل لها فيديو. ما انا جربت اعمل حاجه زي كده بقى، عشان لو انت عايز تقول عليا ان انا بيرفكت، انا جربت اعمل الحاجات الكاتشي، القبه اللي خد اتنشن، خد لايكس، خد مش عارف ايه، اوعى نور جامد قوي، وجالي عليها فيوز وجالي عليها الاتنشن اللي انا كنت عايزه، بس ما كنتش فرحان، ما كنتش مبسوط ان انا عملت حاجه للناس وخلاص. يلا يا جماعه مبسوطين؟ انا بقى مش مبسوط ان انا اتكلمت في موضوع زي ده. انت مش هتحب ان حد يغصبك على انك تتكلم مثلا في كيفيه تربيه الدواجن البلدي، يعني هل انت ليك اكسبيرينس في الحوار ده؟ لا. طب خد سكريبت واتكلم فيه، يلا عندك شويه كلام يطلع اتكلم فيه، هتبقى مبسوط؟ لا، ما انا ما اعرفش حاجه عن الدواجن البلدي، مش هتبقى حلوه، مش هتبقى حلوه عشان مش هنبسط، انا مش هبقى مستفاد من الكلام اللي بقوله، ممكن غيري يستفاد، ممكن غيري يقعد يقول الله خبير الدواجن البلدي الله عليك، قول لنا بقى على ازاي بقى ننتف الفرخه ونحمي البطه، وياخدوك بقى كايه خبير، لكن انت لا، انت مالكش في الكلام ده. فده نفس الشيء اللي انت بتعمله، يعني حرفيا انت بتزق نفسك على حاجه انت مش عايز تعملها.
ما تعملهاش. ما تعملش حته ان انا اطلع اتكلم في اللي بيرضي الناس. ما تتكلم في اللي انت بتحب تتكلم فيه، ولما تتكلم في الحاجه اللي انت بتحب تتكلم فيها، اللي انت عندك فيها اكسبيرينس، اللي انت حاسس بيها، تقدر تلمسها، حاجه واقعيه، حاجه فعلا انت حاسس ان الموضوع ده لايق عليك انك تتكلم فيه. اصل كذا مره جربت ان انا اتكلم على حاجه مواضيع عامه كده، لقيت ان الموضوع لا مش جاي معايا خالص، مش عارف اكتب السكريبت، مش عارف احضر له. انا بقى فتحت اليوتيوب في مره، لقيت كل اليوتيوبرز اللي انا اعرفهم بتوع تطوير الذات بيتكلموا عن النوم، وازاي تحسن نومك، وازاي تنام كويس، وايه عدد ساعات النوم اللي انت المفروض تنام، وايه اللي انت المفروض تعمله قبل النوم علشان تبقى مش عارف، وكلام بقى ايه كبر قوي. لقيت ان انا استفدت من الفيديوهات دي، عجبتني الصراحه، لقيتها حاجه مهمه جدا للبني ادم، لو حافظ عليها هيبقى في مود كويس، صحته هتبقى كويسه، وهيعرف يبقى منتج اكتر ويشتغل اكتر ويشتغل احسن. حاولت ان انا اتكلم على حاجه زي كده، لقيتها مش جايه معايا، مش مسنكه معايا. طب ليه؟ علشان انا مش بتاع نوم، انا ما عنديش اكسبيرينس في حوار النوم ده. اصل هو ممكن كلام الاقيه في فيديو عظيم، انقل كل كلمه اتقالت واقوله لك، كلام مترتب، كلام عظيم، نقلت لك نفس الحاجه اللي هو ادهاني، نقلت لك نفس الكام كلمه اللي قالهم عن كتاب عن النوم، الكاتب الفلاني اتكلم عن النوم، بقى هحكي لك مش عارف ايه، وعادي انا ممكن افتح ويكيبيديا واقعد اقرا لك ويبقى الفيديو جامد. هل انا بقى حبيت ان انا اتكلم على حاجه ما اعرفش عنها قوي، ما مرتش بيها، ما مرتش انا بمشاكل عن النوم؟ هل هو ده من اهتماماتي مثلا؟ من الاخر انا عمري ما هتكلم عن حاجه انا مش مقتنع بيها، كل اللي انا هنشره على القناه هبقى اتكلم فيه عن الحاجات اللي انا مقتنع بيها. حتى اكزامبل كده من الاكزامبلز رياليستيك الصراحه اللي تقدر تشوفها هنا، انا اتكلمت عن المشاكل اللي انا كنت بمر بيها مؤخرا، وانا الصراحه دي اكتر حاجه انا كنت عايز اعملها، وكنت انا اول حاجه انا عايز استفاد انا عشان اعرف افيدك انت، كنت عايز انقل تجربه حقيقيه، كنت عايز ابقى عملت كونتريبيوشن. انا دخلت عالم صناعه المحتوى، دخلت عملت اللي عليا فاهم انت؟ ما دخلتش كده سلام عليكم يا جدعان في ايه النهارده بتتكلموا عن البط، ما ايه بقى الكلام، البط جميل يا جدعان، بحب اكل بط وملوخيه وفراخ ورز، تمام. الترند عن البط خلص، بقى بكره نتكلم عن ترند تاني. ايه يا جدعان الترند على ايه النهارده؟ يا لهوي ده محمد صلاح عطس، طيب يرحمكم الله محمد صلاح، ايه يا عم انت عندك برد ولا ايه؟ اي كلام بقى، ما اي كلام بيتقال. انت عايز تهري، بص الهري مفيش اكتر منه، يعني ده اللي انت عايز تكون عملته، انك قعدت تهري مع اللي بيهري، ولا عايز تحافظ على حته انك تكون عملت حاجه انت بتحبها ومقتنع بيها؟ يعني انهي اولى، انهي احسن ليك انت؟ فكر في نفسك انت، معلش في صناعه المحتوى فكر في نفسك انت. انا عارف ان الموضوع يبان من بره ان الناس وبنعمل فيديوهات للناس ومش عارف ايه، انا مثلا في بدايه اليوتيوب لقيت الناس بتقول لي بص اللي الناس بتحبه اعمله، والصراحه معلومه زي كده دخلت دماغي وبوظتها خالص، لقيت نفسي بفكر في اللي هو الناس بتحب ايه. طيب الناس بتحب فيديو سريع زيادة عن اللزوم، فيديو طيب الناس بتحب مثلا ضحك كتير جامد، مونتاج جامد زيادة عن اللزوم، ناس بتحب مثلا ساوند افكتس كتير وبوم وفرقع وتيت وايه ومش عارف ايه وقاعدين كده، يعني ناس عايزة حاجات كتير قوي الصراحة، ولو انت حاولت ترضيهم مش كلهم هيرضوا، وفي الاخر اكتر واحد مش هيبقى راضي انت. ليه؟ عشان انت مش هتحب ان انت تعمل حاجة تواكب كل الناس. انا بالنسبة لي الصراحة اكتر فيديوهات بحبها كانت رحلتي من الفشل للفشل، عشان انا اتكلمت فيها عن الحاجه اللي انا كنت عايز اتكلم عليها، اتكلمت فيها عن حاجه انا حاسسها ان هي واقعيه، حاجه ملموسه، كنت بتكلم على حاجه انا عشتها، حاجه انا مريت بيها، حاجه بتضحك، في حاجات كده مواقف معينه كانت عبيطه. كل ما بتكلم عن الاكسبيرينسز دي اكتر بحس ان انا اديت لك حاجه، اديت لك نصيحه، ما طلعتش اتكلم كاني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، النهارده هوريك ازاي تظبط اللي مش عارف ايه في اي حاجه في الحياه، يلا تعالوا معايا. الحمد لله ان انا ما بعملش فيديوهاتي بالشكل ده ولا بالصوت الزفت اللي انا عملته ده، فالحمد لله. بس قصدي ايه، احلى حاجه ان انا ما اتكلمتش عن تجربه ناس تانية، ما اتكلمتش عن حاجه انا مش فاهمها، لا انا اتكلمت عن حاجه فاهمها قوي، حاجه مريت بيها قوي. على فكره مش الناس كلها هتتفق على الكلام اللي انا بقوله، ودي حاجه طبيعيه جدا، عشان انا مش طالع اعمل فيديو ده علشان الناس تتفق عليها كلها. زي ما عبد الحميد بيركب الثلاجات والغسالات مثلا بالعكس، دي براكتس هو شغال بيها، طريقه شغل، معلش محدش يتدخل، فيعني كل واحد بقى والبراكتس بتاعته، كل واحد وصوته، كل واحد وآراءه، وهيقدمها، واللي هيستفاد، واكتر واحد مستفيد هو انت، لانك بتنقل حاجه انت مقتنع بيها، مش ملزم انك تنقلها، ما عملتهاش علشان الناس، عملتها علشان نفسك. انا كنور بحب اتكلم عن صناعه المحتوى، اكتر حاجه بتجذبني كده هي صناعه المحتوى، الحاجات اللي فيها كرياتيفيتي، الحاجات اللي فيها تشغيل دماغ، تطوير الذات، عايز ابقى بتحسن، عايز ابقى شخص كويس، وبحب اقدمها بالتاتش بتاعتي، ما بحبش اقدمها بنبره وصوت يوتيوبر مختلف، ما بحبش اقدمها بنفس السكريبت الخبط اللزق بتاع يوتيوبر الفلاني، بحب اقدمها بطريقتي الخاصه، حتى لو هتطلع ملعبكه وغريبه ومتلخبطه وتاخد لها 18 سنه مونتاج، بس ايه طلعت في الاخر بطريقتي، يبقى لو طلع بطريقتي يبقى انا راضي بكده. بس كده
لو عايز اي حاجه ما تنساش تقول لي في الكومنتات، ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساش انا مثبت على الساعه 6:30 المغرب، خلي بالك. وفي ستوريز بتبقى في الانستجرام، فلو تنزل في الديسكريبشن هتلاقي اللينك بتاع الانستجرام. بس كده، اشوفكم المره الجايه. السلام عليكم. انا عمري ما عملت كده، مش عارف ليه، يعني المره دي بقى جديده. السلام عليكم. سلام يا جدعان، هو ليه الموضوع، يعني الموضوع ليه صعب؟ اشوفكم المره الجايه برضو تاني. واحنا كنا بنقفل الفيديوهات ازاي يا جدعان؟ عشان ثانيه اهو. اشوفكم المره الجايه. بسم الله الرحمن. اشوفكم المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم. ايه ده، انا بعيد من الاول تاني. السلام عليكم. طب يلا، السلام عليكم. فيديو فيديو، ما هو فيديو خلص، هو مش فيديو جديد. انت خلي بالك، هو الفيديو خلص.